بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأحداث التاريخية المهمة في تاريخنا الإسلامي العظيم كثيرة، ومع ذلك للأسف لا نعرف عنها إلا القشور، مع أن الأمر واضح جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص التاريخ تثبت الفؤاد، ترفع الهمة، توضح الطريق، تعلم الدروس. لابد للمسلمين أن يبحثوا في تاريخهم عن النقاط المجيدة وحتى عن النقاط السلبية ويدرسوها دراسة عميقة. هذا يدفع إلى التقدم وإلى إصلاح الأخطاء في المستقبل. تاريخ المغرب العظيم، شمال أفريقيا بشكل عام، تونس، الجزائر، المغرب، تاريخ عظيم جدا. في نقاط من أعظم نقاط التاريخ قاطبة في الجهاد، في العلم، في الحضارة، في المواقف الإنسانية، يحتاج حقيقة إلى دراسة عميقة. أهل المشرق الحقيقة مقصرون في دراسة تاريخ المغرب، وإحنا نحتاج أننا نتعلم حاجات كتيرة عنه عشان نستفيد ونفيد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. النهاردة بنتكلم على حدث كبير قوي من الأحداث المهمة في تاريخ المغرب الأقصى. المغرب الأقصى اللي هي دولة المغرب الآن، وطبعا محتاجين نفرغ حلقات تانية نتكلم على مواقف عظيمة في تاريخ تونس، تاريخ الجزائر. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا هذا العمل وهذه الدراسة. التاريخ اللي بنتكلم عنه النهاردة قصة حدث مهم، معركة مهمة جدا بين المغرب وبين فرنسا، هي معركة العرائش. أنا متأكد أن كثير من المشاهدين والمشاهدات خاصة من أهل المشرق لا يسمعون أصلا عن اسم المعركة، معركة العرائش، بل إني أعتقد أن بعض أهل المغرب لا يسمع عن هذه المعركة لأنها كانت محدودة في عدد الجنود لكنها كانت كبيرة في الآثار. وقلنا قبل كده أن المعركة تقيم بحجم الآثار التي نتجت عنها. معركة العرائش دارت في مدينة مغربية مهمة استراتيجية اسمها مدينة العرائش، حوالي 85 كيلومتر تقريبا جنوب طنجة، تقع على الساحل المحيط الأطلنطي. هذه المدينة تقع على مصب نهر لوكس، وبالتالي هي مدينة استراتيجية لأنها تفتح الباب لدخول المغرب ذاتها. اللي يدخل من النهر اخترق المغرب، فلذلك كانت توضع على هذه المدينة قلعة حصينة ولها أسوار مهمة ما زالت موجودة إلى الآن. هذه الأسوار وهذه القلعة هذا تحمي المدينة وتمثل قوة كبيرة للمغرب أو للساحل الغربي للمغرب على المحيط الأطلنطي. لهذه الأهمية الاستراتيجية الكبرى كانت المدينة مطمع للقوى الأوروبية المختلفة. حاولت البرتغال في القرن السادس عشر كتير أن هي تحتل هذه المدينة لكن فشلت في الاحتلال، لكن سقطت المدينة في يد الأسبان عام 1610 في أواخر أيام الدولة السعدية. في سنة 1631 تولى حكم المغرب العائلة العلوية الفلالية، وهي التي تحكم إلى الآن. هذه العائلة طبعا من أبناء عمومة السعديين وأبناء عمومة الأدارسة، وهم جميعا من آل البيت النبوي الشريف من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما. تولى الحكم سنة 1631 العائلة العلوية. سنة 1689 استطاعت أن تحرر هذه العائلة مدينة العرائش من الإسبان، كان في عهد السلطان إسماعيل ابن شريف. ومن هذا اليوم وهي في يد المغرب، لكن الأطماع الأوروبية ما زالت حول هذه المدينة لأهميتها الاستراتيجية. في هذا التوقيت الحروب كانت مستمرة بين دول الشمال الإفريقي المسلم ودول الجنوب الأوروبي. دول الشمال الإفريقي المسلم اللي هي تشمل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، هذه الدول كانت يعني في مناوشات دائمة مع دول الجنوب الأوروبي اللي بتشمل من الغرب البرتغال، أسبانيا، فرنسا، ثم إيطاليا. كان دايما بينهم سجالات ومعارك خاصة في البحر، وكان يعني السفن التجارية والعسكرية مستهدفة في هذا التوقيت، وخاصة بعد سقوط الأندلس. في هذه الآونة في أواخر القرن الثامن عشر، يعني 1700 تحديدا 1760 أو بعدها، سقطت سفينة فرنسية ملكية في يد البحرية المغربية،
وعمل الكلام ده نوع من المناوشات أو السجالات الدبلوماسية بين الدولتين، بين فرنسا وبين المغرب، مدة طويلة لمحاولة إقرار معاهدة تقر السلام بين الطرفين وتحفظ سير السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي. فشلت هذه المفاوضات أو طالت هذه المفاوضات لعدة سنوات، وده أدى إلى تهور فرنسا ومحاولة الهجوم على المغرب وكسر يعني حد للمفاوضات الدبلوماسية اللي كانت سائرة لمدة سنوات كما ذكرنا. الكلام ده كان سنة 1765. فرنسا الحقيقة في الوقت ده كانت خارجة من حرب السنوات السبع. حرب السنوات السبع كانت حرب حصلت في أوروبا، كانت قامت من سنة 1756 لسنة 1763، يعني 7 سنوات متصلة من الحرب، وسميت لذلك حرب السنوات السبع. اشتركت فيها تقريبا معظم القوى الأوروبية المهمة، تعتبر حرب عالمية يعني بدرجة حقيقية، لأن كان فيها معارك كتيرة جدا دارت في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والهند، يعني شملت قطاعات كبيرة من العالم. فرنسا كانت بتتزعم فريق وبريطانيا بتتزعم الفريق الآخر، وخرجت فرنسا منهزمة من هذه الموقعة. كان الكلام ده في زمن لويس الخامس عشر. لويس الخامس عشر هو الملك اللي كان بيحكم قبل لويس السادس عشر مباشرة، اللي قامت عليه الثورة الفرنسية. فمعنى كده ان دي كان في أواخر أيام الملكية الفرنسية. خرجت فرنسا منهزمة من حرب السنوات السبع، فأرادت أن تعوض الخسارة. أصابها هذا بنوع من التوتر ونوع من التهور، فبدأت تحاول أنها توسع أملاكها، لأنها فقدت في حرب السنوات السبع معظم أملاكها في أمريكا الشمالية وفي الهند. فطبعا ده تقلص من حجم الإمبراطورية الفرنسية في ذلك الوقت، وده اللي خلاها تجهز جيش كبير تحاول أن هي تغزو المغرب عشان تزود من مساحتها وتستعيد شيء من هيبتها في العالم. عملت جيش من 16 سفينة. كانت السفينة في مقدمة السفن سفينة كبيرة جدا فيها حوالي 52 مدفع، تعتبر من أكبر السفن الحربية في العالم في هذا التوقيت. وسفينة أخرى كان فيها 30 مدفع بالإضافة إلى 14 سفينة تانية، يعني الأسطول كله 16 سفينة. واختارت لقيادة هذا الأسطول أحد أشهر القادة والقباطنة الفرنسيين في ذلك الوقت، وهو شارل لويس دي شافو. وده كان قائد مشهور جدا، يعني من القادة المعدودين في العالم في هذا التوقيت. فالقائد ده قاد ال 16 سفينة واتجه من فرنسا إلى مدينة سلا في المغرب. مدينة سلا من المدن على المحيط الأطلسي، تقع تقريبا حوالي يعني 50 كيلو متر تقريبا من شمال الدار البيضاء. واستهدف هذه المدينة تحديدا لوجود يعني سكنات عسكرية بالإضافة إلى يعني تجمعات سكنية كبيرة، لكن لم يستطع. وصل لهذه المدينة في 31 مايو سنة 1765، ولم يستطع أن يحدث فيها أمرا، مع أنه قصف المدينة لمدة 9 أيام من يوم 2 يونيو إلى يوم 11 يونيو، لكن المدينة كانت محصنة بشكل كبير وما أحدث أي نوع من الأضرار، وبالتالي ترك المدينة إلى مدينة في شمالها تسمى مدينة المهدية حوالي 30 كيلو شمال سلا، وبرضه قصف المدينة ولم يتمكن من فعل شيء في هذه المدينة أيضا. مدينة المهدية طبعا موجود اسم اسم هذه المدينة متكرر في شمال أفريقيا، موجود المهدية طبعا كبيرة في تونس، وموجود المهدية في الجزائر، لكن هذه المهدية في المغرب ديت واحدة ثالثة غير مدن المهدية في الدولتين تونس أو الجزائر. فخلص ترك المهدية في يوم 17 يونيو واتجه إلى الشمال إلى مدينة العراش. مدينة العراش زي ما قلنا مدينة استراتيجية مهمة، وصلها في 25 يونيو سنة 1765، ووجد أن المدينة محصنة بقلعة كبيرة وقلعة قوية. والمدينة بتقع زي ما قلنا على نهر اللوكس، مصب نهر اللوكس في المحيط الأطلسي، وكان في سفينة مغربية قوية واقفة في مصب النهر، ما كانش في سفن في المحيط. وبدأ القصف مباشرة من يوم 25 يونيو في المساء، وطول يوم 26 ويوم 27 القصف استهدف الأسوار واستهدف القلعة واستهدف السفينة الموجودة في مدخل النهر، لكن ما أحدث أضرار كبيرة. وفكر القائد شارل لويس إن هو يدخل 8 سفن طويلة
إلى النهر. النهر ما كانش يستوعب دخول السفينة البحرية الكبرى الحربية الكبرى اللي هي في مقدمة الأسطول، لكن دخل 8 سفن طويلة تقدر تخترق النهر الضيق نسبيا يعني. دخلت السفن واشتركت مع السفينة الكبيرة في حرب وإطلاق نار، وانشبت حقيقة النيران في السفينة المغربية، وبدأت السفن الفرنسية تتجه في داخل النهر، وكان في قصف متبادل من الطرفين، لكن فجأة توقف القصف المغربي. فما كانش فاهم قوي شارل لويس ايه اللي حصل، وقف هو كمان الإطلاق وبدأ يستشير القادة اللي معاه، واجتمعوا في النهاية على اختراق النهر، وقالوا ان ممكن يكون احتمال يكون الذخيرة خلصت من الجيش المغربي او الاسطول المغربي، فتشجعوا ودخلوا الى النهر وقعدوا يتعمقوا في النهر. وفجأة خرج الجيش المغربي او الاسطول المغربي من وراء الاحجار والاشجار في النهر في بعض المنعطفات. كان شكل كمين عظيم، استطاعوا في غضون دقائق معدودات ان هم يحاصروا الاسطول الفرنسي اللي دخل جوه النهر، وسبح عدد كبير جدا من المغاربه الاشداء، من البحاره الاشداء حول السفن، وبدا قصف مباشر من الشط ومن السفن اللي خرجت، وحوصر الاسطول الفرنسي وذهل من المفاجاه وسقط في يده، واستطاع الجيش المغربي ان هو يحسم الموقعة في وقت قليل للغاية. سقط 200 قتيل من الجيش الفرنسي، وفقد 300 غالبا هم كمان قتلى، لانهم يا اما غرقوا يا اما قتلى وما حسبوش في الحسابات الفرنسية. وأسر في الرواية الأوروبية 48 أسير فرنسي، ولم يؤسر رجل من الجيش المغربي، وقتل أو استشهد من الجيش المغربي 30 فقط في هذه الموقعة. واستطاع المغاربة أخذ غنائم ضخمة، خدوا في الرواية الأوروبية 7 سفن من أصل 16 سفينة، وفي الرواية الإسلامية أخذوا 11 سفينة. كان نصر حاسم للغاية، حسم الأمر لمدة يعني 2 كاملتين دارت فيها المفاوضات ما بين فرنسا وما بين المغرب لحسم القضية بين الدولتين. وفي الآخر سنة 1767 بعد الموقعة ب2 أقر الصلح بين الطرفين، وعقدت معاهدة بين لويس الخامس عشر ملك فرنسا وبين ملك المغرب في ذلك الوقت، وهو السلطان محمد ابن عبد الله، وهو معروف بمحمد الثالث. الحقيقة محمد ابن عبد الله ومحمد الثالث من الشخصيات المحترمة جدا جدا في التاريخ المغربي وفي التاريخ الإسلامي بشكل عام. نحتاج الحقيقة أننا نفرغ حلقة نتكلم فيها على جهوده. كان رجل متفوق جدا في القوة، متفوق في الجهاد، متفوق في العلم، متفوق في فعل الخير، متفوق في صلة العلماء، بل في التأليف في المجالات الشرعية. فكانت شخصية شمولية يعني حققت أمجاد كبيرة للمغرب، نحتاج إن شاء الله نتكلم عنه في حلقة منفصلة. قام هذا السلطان الجليل بعمل هذه المعاهدة مع ملك فرنسا، وكانت المعاهدة من 20 بند، وكانت في صالح المغرب، وكان فيها حفظ للتجارة بين الدولتين، وحفظ للسفن التجارية السائرة بين الفريقين، ورد الأسرى بعد دفع الفدية للمغرب، رد الأسرى الفرنسيين بعد دفع الفدية. وكان البند 11 من هذه المعاهدة بيسمح للمسلمين التجار إذا نزلوا إلى أرض فرنسا أن يبنوا المساجد في أرض فرنسا لإقامة الشعائر الإسلامية. فطبعا ده يعني دلالة على قوة الطرف المغربي في المعاهدة، وعلى فضل هذه المعاهدة على المسلمين في هذه المرحلة. الحقيقة المعاهدة ديت أقرت السلام بين الدولتين لفترة طويلة، وأقدر أقول لكم إن من نتائجها الكبرى إن السفن الفرنسية الحربية اجتنبت المغرب لأكثر من 70 سنة بعد هذه المعركة، بعد معركة العرائش ثم المعاهدة، لأكثر من 70 سنة لم تقترب السفن الفرنسية من المغرب، مع أن الفترة اللاحقة في تاريخ فرنسا هتكون فترة قوة وعظمة.
والثورة الفرنسية هتقوم بعد هذه الأحداث بحوالي 22 سنة، سنة 1789، وبعدها بشوية هيتولى نابليون، وهتبقى فرنسا إمبراطورية كبرى، ومع ذلك لم تقترب من المغرب إلا في الأربعينيات من القرن التاسع عشر، وحتى هذا الاقتراب لم يكن يعني كاملا أو غزوا، واستمر الموضوع في نوع من الأمان للمسلمين. رحم الله السلطان محمد بن عبد الله محمد الثالث على هذا الجهد الذي بذله في هذا الموقف. رحم الله شهداء المسلمين في موقعة العرائش، ورحم الله الأبطال المجاهدين الذين حققوا هذا النصر ورفعوا رؤوس المسلمين جميعا، ليس في المغرب فقط ولكن في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه، وما زلنا نرفع رؤوسنا إلى الآن عند تذكر هذا التاريخ المجيد. نسأل الله عز وجل أن يكثر من أفراح المسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.